السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا وسهلة جدا للمكرونة. الطبق ده بيتباع غالي جدا جدا في الكافيهات وفي المطاعم. بس مطة الجبنة حلوة جدا فيها. وبتاخد 10 دقايق تقريبا في التحضير، مش اكتر من كده. ومكوناتها سهلة وبسيطة، وبتعمل في طاسة. معايا نص كيلو من السجق اللي هو من غير هنك، عملناه وهسيبلك في صندوق الوصف اللينك بتاعه. ومعايا كيس مكرونة وثلاث معالق دقيق وربع كيلو جبنة موتزاريلا وبصلاية مبشورة وفص توم وفلفل أخضر. ومعايا كيلو من الحليب. في طاسة بقى على النار، هنسيح معلقة من السمنة. ما نحطش دهون كتير عشان السجق هينزل دهون، فما تبقاش دهون زيادة في الوصفة. نزلنا بالبصلة المتقطعة في الكبة، يعني مش مبشورة عشان ما تنزلش مية كتير. قطعة كده متوسطة، هناخدها تشويحتين كده، ومش عايزينها تصفر ولا حاجة، هي مجرد تبقى شفافة. هننزل عليها بفص الثوم، وبرضو تاخد تشويحتين 3 لحد ما ريحة الثوم بس تظهر. تمام كده. هنضيف عليها بقى السجق. زي ما قلت لك هسيبلك اللينك بتاع وصفة السجق اللي من غير هنك. ده بيبقى حلو جدا جدا وسهل، وبيديك نفس طعم السجق، لان كمان السجق بره ما تضمنيش معمول ازاي، فده سهل جدا ومن غير هنك. في طاسة بقى كبيرة، هحط لتر وربع تقريبا مية، اخليها تغلي على النار، وفي نفس الوقت بقلب في السجق. بصي حلو جدا ومتماسك ومنزلش فتافيت ولا حاجة. مجرد ما يستوي هننزل بقى بالفلفل، ياخد تقليبتين بس. احنا مش عايزين الفلفل يستوي، عايزين يبقى فيه قرشة كده عشان يبان طعمه في المكرونة. تمام كده. زي ما قلت لك ده لتر، يعني حوالي 5 كوبايات مية. هننزل عليه بالكيس المكرونة اللي هو 400 جرام. احنا مش عايزين نزود المية علشان عايزين المكرونة يعني هتشرب اغلبية المية وتسيب بس جزء بسيط، وهيبقى فيها النشا بتاع المكرونة هنستخدمه في الصوص بتاعها الابيض. حطينا عليها حبة من الملح وسيبناها بقى تستوي، وهنجيب لتر اللبن نحط عليه الثلاث معالق دقيق، ونحاول ندوب بقى دقيق اللبن هنا بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش ساقع ولا سخن. ونحط عليه برضو الملح والفلفل، ونقلبه كده لحد ما الدقيق خالص يدوب. وادي المكرونة شربت اغلبية المية، بس لسه قدامها كمان دقيقتين علشان المكرونة تبقى مستوية سوا كامل. خلاص كده. بصي هتلاحظي ان لون المية اتغير خالص، وهتبقى يعني المكرونة نزلت النشا بتاعها في المية. هنضيف لها بقى معلقة من السمنة علشان تخلي المكرونة كده تبقى سايبة من بعضها، ما تمسكش في بعض. ونقلبها طبعا تقليبة حلوة جدا. وبعد كده هنجيب اللبن بقى اللي متدوب فيه دقيق ونضيفه للمكرونة. هيتقلب بقى، خلي ايديكي فيه على طول وما تسيبوش علشان ما يتكلكعش. وطبعا بنزود البهارات اللي احنا بنحبها. لو بتحبي مرقة الدجاج ممكن تضيفيها في الوقت ده. وبنفضل نقلب بقى فيه كده لحد ما القوام بتاعه يتماسك شوية، ميبقاش متماسك قوي. هوريكي برضو السمك اللي احنا هننزل فيه المكرونة. لو تلاحظي ان احنا مستخدمناش اي مواعين ولا اي حلل ولا اي حاجة، هو مجرد الطاسة اللي عملنا فيها السجق، وادي كمان طاسة وخلاص. ده سمك الصوص اللي احنا عايزينه.
عايزينه ولا خفيف قوي مية ولا تقيل قوي، علشان المكرونة تبقى سايحة كده في بعضها زي اللي بنجيبها من المطاعم. هنضيف لها بقى السجق بمكوناته بالبصل بالفلفل، ونقلب كل المكونات مع بعضها. تمام كده. وهنضيف بقى الجبنة دي اسمها دومتي، حلوة جدا وبتمط قوي. ده انا بجيب كيس كيلو بس، يعني بقسمه كده على اربع وبشيله في الفريزر، عشان مش كل ما احتاج اطلع الكيس كله. نقلبها بقى فيها وننزلها من على النار. الكمية دي هتعملك 5 أطباق من الفويل اللي احنا شايفينها دي. الطبق الواحد بيكفي فرد مرتاح جدا وبيبقى مشبع وحلو. بس انا عملت 3 بقى وشلت الباقي علشان مش هسوي ال5 دلوقتي. بنوزع بقى في الاطباق وبعد كده احنا طبعا مشغلين الفرن. انا بحطها في الفرن سخن والع بقاله فترة، على الرف اللي في النص. بكون مولعة من تحت، مجرد 5 دقايق بس، بدخلها 5 دقايق وانا مولعة من تحت، وبعد كده بطفي تحت وولع الشواية. لان طبعا المكونات عندنا كلها مستوية، احنا بندخلها بس علشان تاخد اللون والجبنة تسيح وتاخد المطة اللي احنا عايزينها. بنوزع بقى كمية حلوة من الجبنة عليها من فوق، وندخلها الفرن حوالي مثلا 5 دقايق 7 دقايق بالكتير تطلع بالشكل الحلو ده. مكرونة سهلة جدا وطعمها حلو جدا وبتتباع غالية جدا جدا في المطاعم. بصي الشكل الحلو ازاي ومشهي قوي، والجبنة كمان سايحة. يا رب تكون الوصفة عجبتك وتكون سهلة عليكي وتنفذيها. هسيبلك اللينك الجروب بتاعي علشان توريني التطبيقات اللي انتي نفذتيها من وصفاتي. وما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وتفعيل طبعا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.